السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا رؤية ليست بالغريبة وليست بالعجيبة، وهي رؤية السلاح. السلاح من الرموز الدالة على القوة والمنعة والنصرة على الأعداء. فالسلاح الرشاش إذا رآه إنسان سلاح رشاش فهو يرمز إلى أن معاك أو حولك أو هتقابل والعياذ بالله رجل شديد الظلم، رجل يتعدى على حقوق الغير، رجل مشهور بالبطش والقهر وعديم الضمير. طيب إذا وجدت سلاحا أبيض زي السكين وزي السيف وزي الخنجر، فهذه بالنسبة لك أنت دي رؤية محمودة تدل على أنك رجل كريم الأصل، كريم المعدن، متدين، تحفظ العهود وتعرف الحقوق للناس في زمن قل فيه من يعرف حق الكبير ولا حق الصغير إلا من رحم ربه. السلاح رمز للصبر ورمز لقوة التحمل، ويدل السلاح في المنام على الغلبة على الأعداء، ويدل على أنك ستنتصر على من ينافسك، وإن شاء الله رب العالمين إذا كان عندك مريض سوف يتخلص من المرض ويقيه الله شر هذا المرض. طب إحنا بنشوفه إنسان يحمل السلاح. العلماء قالوا حمل السلاح في المنام انك انت ان شاء الله تترقى وتتولى امر غيرك. طب اذا كنت انت في وسط جماعة والجماعة اللي موجودين معاك دولت قاعدين على مكاتبهم او في الملعب او في المصنع وانت وحدك تحمل السلاح، يبقى انت هتبقى المدير للمكان ده. شخص يحمل سلاح بس بيبص لقى كل اللي حواليه عمالين يبصوا عليه، فإذا كان هناك شخص رجل كان أو امرأة يحمل سلاح وكل من حوله ينظرون إليه بالعين، هذه تطلع بعد الرؤية دي تروح تجيب الرقية الشرعية للحسد وتقرأ على نفسك، لأن ديت اسمها إيه؟ رؤية حسد. طب شخص لقناه في الشارع ماسك النار بيطلق النار عشوائي في كل مكان عمال يطلق النار، ده إنسان طائش متهور ضعيف العقل لا يتحكم في أفعاله. إذا رأيته اجتنبه في الحياة ولا تأخذ منه لا نصيحة ولا مشورة. طب شخص يحمل سلاح ويطلق على شخص معين قدامه، هذا الشخص الذي أطلق السلاح سيكون رئيسا أيضا لجماعته لأنه سيطر على الغير. طيب حمل السلاح بشرى بدخولك أنت مشروع من المشروعات سواء كان الاقتصادية أو النفسية أو الاجتماعية، والمشروع ده هيحقق لك أرباح كثيرة، سعادة، مال، رفعة، درجة عالية. فاللهم ارفع قدر عبادك يا رب العالمين. السلاح بالنسبة للرجل حياة كريمة وتعتبر ترفيه لأسرته وسلطة وجاه، وإن الرجل ده سينتصر على الأعداء وسينصر المظلوم. وطبعا في الزمن اللي احنا شايفينه المظالم كتير والظالم قاعد لا بيحس ولا بيفهم وبيقتل ويظلم ويقول ده دولت هم الارهابيين وهم المعتدين، فانقلبت المعايير الا من رحم ربك. فاللهم انصر عبادك المستضعفين يا رب العالمين. رؤية طلقات الرصاص دي رؤية صعبة. لو حد بيقول لك انا شفت فيه رصاص عمال يتضرب كده، ده طلاق، يعني بيحذرك انك انت ابعد عن مراتك علشان ما تطلقهاش وما تدخلش معاها في حوارات شديدة. طيب وايه كمان يدل عليه؟ قال ده في كلام قاسي يعني كلام شديد انت هتسمعه، او احذر ان يخرج منك كلاما غير طيب فالناس تحكم عليك حكم غير طيب. طب اذا كان في حفلة وانت مسكت الرصاص وضربت بيه الى اعلى، ديت عبارة عن بشرة خير، اما مراتك هتحمل او تولد، اولادك هينجحهم، او مشروعك هيربح ان شاء الله. طيب لو كانت في جنازة وانت شفتها وشفت نفسك او حد غيرك بيطلق الرصاص، ده خبر مش كويس، خبر صادم هتسمعه، نعوذ بالله منه. طيب رجل يطلق الرصاص في المنام هو نايم كده ومفيش اي حد حواليه وعمال يضرب بالرصاص، ده رجل عايز يتعلم الادب، ده سليط اللسان، غير مهذب، يعيب الغير، دايما قاعد ينقد الناس وما بيشوفش في نفسه اي عيب، وده كتير قوي قوي ونسأل الله الا نكون منهم. طيب واحدة ست عزباء، بنت عزباء يعني، رأت السلاح او حملت السلاح، ديت بيدل على ان عقلها راجح وآرائها مستنيرة وانها فتاة قوية
وأنها يعني نقول عليها فتاة رصينة عاقلة قريبة فطنة كويسة، يجب أن ننظر إليها نظرة إجلال. طب فتاة معاها سيف أو معاها سلاح، بيقول بقى أي بنت ترى نفسها في المنام تشيل سيف أو معاها سلاح هي فتاة طاهرة تقية شريفة، وخصوصا إذا كان السيف من ذهب، إذا كان السيف من ذهب. وأنا أسأل الله عز وجل أن يرزق أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم القوة. اللهم أعد للمسلمين عزهم ومجدهم، وصم بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وردنا ورد الناس إلى الحق وإلى العدل، واشف جميع المرضى وارحم جميع الموتى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.